رسول الله. ان شاء الله هنعمل النهارده شعريه باللبن، ممكن تعملوها في الفطار، ممكن تعملوها في العشاء لاولادك يفرحوا بيها، وتبقى اكله مغذيه وجميله. انا عن نفسي ولادي بيحبوها جدا. معانا نص كيلو شعريه، وتحط لها زبده يا اما سمنه بلدي، انا بحبها كده، بنحبها على طول عشان تبقى وجبه مفيده، تبقى احلى يعني. تقلبيها وتفضلي تحمري فيها كده لحد ما تاخد اللون الاصفر، لحد ما تاخد اللون الاصفر. جيبي كيس نص كيلو او على حسب بقى انت الكميه اللي انت عايزه تعمليها. انا جبت كيس وعملته. وهي بعد ما دخلت في السوا وبدأت تغير لونها اهو، هنسقيها الاول بميه، مش هنسقيها بلبن عشان ما تشربش اللبن وتعجن. الميه هتخليها مفلفله، وبعد كده هوريكم نعمل باللبن ازاي. هي كده خلاص، وايدك فيها عشان ما تتحرقش منك، لازم تطلعش واحده وواحده، تبقى واخده لون واحد وتبقى ذهبيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تغطيها بالميه بس كده، ولما تدخل في السوا هقولك هنعمل ايه. يلا حبايبي، دلوقتي بعد ما هي خلاص كده استوت اهي، ما شاء الله بقت مفلفله اهي معاكم. هنحط اللبن كيلو لبن. هي كده استوت خلاص، مش محتاج لها اي حاجه. وهنحط معاها زبيب، نحط الزبيب كده يدي برضو يزود القيمه الغذائيه ليها. وحطت جوز الهند وانا بحط لها فانيليا، عايزه تحط لها ماء ورد حط لها، عايزه ماء زهر انتي وراحتك، بس انا بحط لها فانيليا تبقى خفيفه. ظرفين كده والسكر على حسب بقى، تحليه على حسب. هي كده خلاص، هنغرفها بقى في الاطباق. هنغرفها في الاطباق عجبتكم شير ولايك واشتراك في القناة، ان شاء الله هتعجبكم، بس جربوها كده وهتدعوا لي.